مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ كله تمام. طبعا انا النهاردة معايا صديقي وحبيبي، وانتوا ناس يعني الناس بتحبه جدا. خالد جواد. يا نهار ابيض. حبيبي يا خالد. لا مش عارف اقول لك. بيقولوا يا جماعه والله الحاج عبده الامير، طب ازاي؟ والله اصغر مني انا. عبده، حبيبي ازيك يا عبده؟ حبيبي يا خالد، ايه عامل ايه؟ الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ اخويا والله. والله عامل شغل جميل وعسل وقمر. حبيبي ربنا يخليك ليا. ربنا انت يخليك. عامل ايه؟ اهو كله ماشي. تمام؟ الدنيا عاملة ايه وانت عامل ايه؟ الحاج عبده قال لي ان هو يعمل لي العربيه بروتكشن. انا قلت مط. انا قلت بس اوثق اللحظه دي. ايوه عشان الموضوع ينتهي. عشان ركبت مرسيدس انا وانت. صحيح. ازيك حبيبي يا حبيبي؟ خالد، عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير؟ كله جميل. انا مبسوط ان انا معاك، ده شرف. وبجد وجودي معاك انا حابب وجودي معاك. ده شرف وانا ليا. خلي بالك يعني من اشد المعجبين بيك من زمان. يا نهار ابيض والله تخيل. العظيم. بص انا كنت بشوف شغلك وعمال اقول ان شاء الله لما اجيب لما هعمل حبيبي. اهو لسه من 5 ايام ربنا قدر. حبيبي فهجي لك بقى بكره ان شاء الله. حبيبي، ده انت نشتغل تشرف. مع بعض. نزل بقى الحاج عبد الحميد دي مم. كان قبل كده عميل، راجل يعني ايه، راجل حبيبي وراجل جميل يعني. جال لي محمد عاطف مدير الفروع عندي ومدير المديان، فقال لي بيقول لي ايه، في عميل عايز يقابلك. قلت له مم. ماشي. نزلت له من المكتب وبتاع، وانا من الناس اللي انا بتعامل مع العملاء فريندلي قوي. ها فقال له انا عايز اقابل الحاج عبد الامير. فانا نزلت اسلم على العميل، ازيك يا باشا عامل ايه؟ حضرتك عبد الامير. قال لي انا مش عايزك انت، انا عايز والدك. الحاج عبده. قلت له لا، والدي توفى. مش قال لي لا، ده لسه مكلمه حالا. الله يرحمه. طب ايه بقى ايه حكايه الحاج؟ بص، عامه انا صغير في السن، انا 33 سنه. ما شاء الله. الحمد لله. ها الحمد لله كنت بطلع عمره كتير. انا من الناس اللي انا قريب من ربنا. الحمد لله الحمد لله بفضل الله. كنت بطلع عمره كتير يعني ممكن في السنه اطلع مرتين. ما شاء الله. كنت حابب الموضوع وحابب ان انا اطلع عمره وكده. مم. فمن صغري يعني وانا عندي مثلا 25 26 سنه كنت على طول اطلع عمره. مم. فطلعت بقى عليا يعني، كنت اجي من العمره الناس تقول لي يا حاج، اجي من العمره الناس تقول لي يا حاج. ها. فطلعت خلاص اللقب هو الحاج اللقب عبد طلع الأمير. كده لوحده. وانا سايب اللقب ده ماشي بقى. يجي حد يقول لي اقول لك مستر، اقول له لا، هي ماشيه بقى الحاج عبد الامير خلاص زي واحده. طيب بس. اول عربيه يا كانت مع عبد، فاكرها؟ يا ها. انا كنت الله يرحمه بقى، والدي ده كان الله يرحمه. كان من احسن الناس يعني الصراحه. الله يرحمه. ربنا يرحمه. كان جايب لي عربيه نوبيرا 2006 يا رمادي. سيدي. كنت بجيبها في 2009، كنت انا لسه داخل الكليه. على دخلت الكليه. انا داخل الكليه دي كنت جايب آه. العربيه النوبيرا دي، كانت بقى ايه، كنت مظبطها بقى ومدلعها طبعا، وانت عارف انها من طنطا. ما شاء الله. كانت بقى العربيات بقى اللي انت تدلعها وتحط لها جنط وتحط لها بقى وتفيم وطيب واستيكرات بقى وبتاع. واستيكرات ودلع وتسقط كنت آه. بعمل الحاجات دي كده. وكانت معايا العربيه دي، كانت مميزه. وميداليه المفاتيح طبعا. مدينه المفاتيح على الضايو. القهوة. صح. ايوه مع مع الدلع بقى. والدنيا. مع الدلع بقى آه. النضاره الشمس تتحط قدام الطابلو. طبعا. لا كان شغل ايه. وفكرة كان لو عندك اي قريب فمثلا ظابط او حاجه لازم. هو النبي اديني البريد. طبعا زي تحط عشان على الطابلو. لازم تحطه على الطابلو. لازم عشان أمال يعني إيه؟ اكيد. والله تصدق انا كنت حاطه. والله واحد صاحبي والله كان بجد؟ واحد صاحبي والله العظيم كان ظابط. كان كنت لازم. حاطه عشان لازم. والفاميه والشماسه قدام وشغل او تمسك الطاره كده وترجع الكرسي لورا وبتاع واغاني والبوازيك والسكسكه وعضة اسد بقى ونظره حسد والكلام ده. كان عندي 131 دي اول عربيه ركبتها من والدي. كانت بتاعت والدي. 138 بيضه اول حاجه ركبتها. 131 131 فيات بيضه. ركبت لها سكسكه. عارف السكسكه؟ تويتر. ايوه دي بتاعت اللي بيتحطوا في الطابلون الجنب. ايوه هم بيعملوا كده. فما كانش في صوت اصلا في الكاسه. لا هو سكسكه بس. طول ما انا ماشي بس ومفيش صوت اصلا. والعربيه دي كانت جميله جدا. تقف مثلا على مطلع كوبري. يعني انا مش يعني طب اطلع. لا ما اطلع او ما كنتيش طلعتي اصلا من الاول فاهم. عايز حد يزق من فالدنيا تقف ويجي لي ظابط واخد انا نعمل ايه. نرجع بقى كل العربيات عشان انزل. كانت قصه كانت العربيات دي وريتنا شقه. لا ده حقيقي. دلوقتي احنا في بس انا عايز اسالك سؤال. انا عارف ان انت كان معاك عربيه رانج وبعدين لا مش رانج. رانجلر. ازاي انت ركبت عربيه كده عاليه كده؟ كانت العربيه بتاعتك دي مميزه، انا عارفها اللي كانت يعني كانت عربيه مميزه. كان بص انا بموت في الرانجلر والجيب من زمان قوي. وكنت دايما اجيب اللعب اللي هي العربيه رانجلر اللي هي تلاقيها في اي مكتب. ايوه. فبعدين مره كده لقيت اعلان لعربيه تحفه. كلمت صاحب العربيه وبتاع ونزلت شفتها ولقيت سعرها بسيط. ما كانش لسه الدنيا
رحت بايع عربيتي بص ربنا لما بيوفق ما بتمشي يعني خلاص. ربنا بيقول لك يلا خلاص. فلقيت عربيتي فجأة نزلتها، اتباعت في نفس اليوم، خدت الفلوس رحت اديتها لبتاع الرانجلر سلمهاني. اتبقى كمان شوية فلوس. رحت عامل ايه؟ رحت المكان قلت له انا عايز ايه؟ كاوتشات عريضة، ايوه مش عارف ايه كانت عربيتها خلي بالك مميزة. كانت معروفة، كانت جميلة. كانت جميلة. كانت جميلة. بس بقى انا بسأله لك ازاي عرفت تنزل من عربية عالية قوي كده، عالية كعلو، وتركب مثلا مرسيدس؟ هي كانت اطول عربية في مصر. انا بقول لك كانت عالية جدا. انا عايز حد يطلع لك سلم. ايوه بالظبط كده. ما انا بقى عشان اروح السوبر ماركت 5 دقايق بتدور مقطورة فتعبت. ده ناخد عجل احسن. انا تعبت. وبعدين نظرية الطيارة يا عبده، ان كل ما الهواء بينزل تحت الطيارة بيرفعها. ده حقيقي. صح كده؟ ده حقيقي. فاستابيليتي العربية زيرو. العربية عالية على الارض، فاي عربية ماشية جنبي سرعة 120 140 بتنزل هواء تحتية، فانا اقعد العب. فكان لكن دباب الانكزايتي عندي عليت قوي، فقلت لا خلاص. وبعدين اخرها كان كام؟ 100. مش هتقدر تعلم كده. لا هات 200. بس كارثه، حادثه طبعا. عارف الحادث المروع اللي بيتكتب في جورنال؟ هو ده. ده حقيقي. فدي اخرها 80 100 بالراحه، ماشي كده ايه كروزر، ماشي تتمشى كده في وسط مش عايز طريق سفر تماما. وبعدين غير بقى 12 ديسك في ده الكرسي 90 درجه بس، ولا بيجي كده ولا بيعمل كده. لا العربيات دي خلي بالك اصلا هي عربيات بتبقى كشكل قوي وايمج حلو. بس هي في عربيات ما بتبقاش مريحه. لا يعني لسه انا بقول لك، يعني انا لسه الجي كلاس لسه جايب جي كلاس. هي كعربيه مش يعني كسواقه مش مريحه خالص. مش مريحه مع العربيات التانية. لا مرتاح فيها. يعني العربيه الجي كلاس لا ما سوقهاش مسافه طويله. هي شكل بس من بره وصوت، شكل وصوت ايمج كده انت فاهمني. بس كركوبه لا ما ركبش طبعا جي كلاس اسافر بيه، لا اسافر مع عربيات تانية. اوكي انت فاهمني. دي مشوار كده اللي هو ايه، راح تخلص ديل راح اتجوز تاني كده. ماشي. يا ريت نعمل ايديت نقاط الحته دي عشان هنتكلم فيها كتير عشان انا مش على السلم. طب اتجوزت امتى؟ انا معايا بوسي مراتي اتجوزت في اخر 2020. ما شاء الله. اخر 2020. وانا بقى قصه مراتي دي بقى غريبه بقى. يعني انا مراتي دي لو اقول لك، انا كان حماية الحاج محمد ربنا يديله الصحه، راجل جميل قوي وحبيبي وفي ود بيني وبينه رهيب. الراجل ده كان رافضني رفض نهائي. قسما بالله كان رافضني رفض نهائي بجد. مش ليه يا عبد؟ اشمعنى؟ شباب كان واحد شقي بقى. كنت انا في طنطا، طبعا طنطا قد كده. طنطا خلاص كله معروف. كله معروف. كنت انا معروف كمان ومشهور في طنطا قوي. كنت شقي شويه بتاع الكلام ده. كان رافضني رفض نهائي. المهم ادخل له ده واروح له. هو راجل الصراحه راجل معلم يعني في السوق بقى وفاهم الدنيا يعني. فرحت له في مره قلت له انا عايز اقابل الحاج محمد. كان معاه عربيه كيا سيراتو 2010. رحت له تنشغل قران. انا عايزك ايه نقعد انا وانت قاعده كده. فركب جنبي. هو الحاج محمد ده تشوفه هو صارم قوي في بتاعنا. صارم قوي. هو من الناس اللي هم الاجانب البيض دول. بس هو صارم في بتاعنا. بس تعامل معاه جميل. هو جميل ما فيش حد اطيب منه يعني. المهم قلت له انا حاجه انا عايز اتقدم لبوسي وبتاع. قال لا والله مش موافق على طول. لا ده وش كده في وش فانا ايه. فكان في قصه كده. انا حتى لحد دلوقتي بنقعد نتكلم نضحك يعني. سيبنا كافيه شيك. الحاج محمد ده فعلا تشوفه اجنبي. هو راجل اجنبي شعر اصفر وعينك خضراء اجنبي. فانا قلت شبه الحاج محمد. فانا قلت بقى يقول لي بقى ايه نسكافيه لاتيه مش عارف ايه. عم بص له كده قال له هات لي شويه شاي. والله العظيم. هو راجل جميل. وكان بقى ايه الموضوع مفروض قوي. لو اقول لك بقى الوضع انا لحيت في الموضوع. انا بصي انا بحب مراتي جدا على فكره. ان شاء الله الحمد لله. ربنا يخليك. الله يخليك. وهي وشك يعني هي متجوزه وكان عندي فرع واحد. يا سبحان الله. يعني انا متجوز بوسي دي وهي عندها فرع وانا عندي فرع واحد. الحمد لله دلوقتي عندي 9 ما شاء الله. الحمد لله. فجيت طبعا اتكلمت معاه كتير وكنت لح على الموضوع قوي. عارف انت اللي بيبقى ايه بيلح بس اللي ربنا بيبقى في الاخر. بالظبط. كان الموضوع معايا كده. وبقت العلاقه بيني وبين الحاج محمد دلوقتي لو اقول لك اللي هو بيحبني اكتر من ولاده. يا سبحان الله. يعني انت فاهم علاقه قويه جدا. بس انت تحولت بعد الجواز. ده حقيقي. من الشقاوه ده حقيقي. صح. خلاص بقى بص انا ماشي مبدا حاجه كده في حياتي او في حاجه بشوفها على طول. انا مثلا بحب خالد.
تمام خلاص انا بدي قلبي ده الخير وبدي عقلي الخير وبدي كل حاجه لك. انت فاهمني؟ فانا النهارده مثلا مراتي انا بحبها، مريحاني، كنت بتمناها، بص الكلمه دي بتمناها من زمان. سبحان الله. بتمناها يعني، بصي انا بالنسبه لي كنت بتمناها من زمان. رزق من ربنا. رزق الحمد لله. يعني لو قعدت اتكلم على الاوسي دي فعلا لا ممكن ناخد 3-4 حلقات، 5 و6 كمان. يا نهار ابيض ما شاء الله. هي نهايه الموضوع هي وش الخير عليا ما شاء الله بجد يعني. الست دي وش الخير عليا. طبعا معايا عمر ابني ما شاء الله ربنا يخليك. عمر بقى يعني ايه، انا قلت اتجوز مراتي دي، مراتي بقى امور، قلت اتجوز عشان نحسن النسل. جابت شكلي بالظبط. انت زي بالظبط. بس الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد. ايه هتشغلوا معاك في نفس نفس عمر الفيلد، في نفس عمر كنت بتشتغل فيه. انا معايا ناس طبعا الحمد لله، ناس شغاله كتير معايا. النوبه طبعا واحد ليا يعني محمد عاطف. في ناس كتيره طبعا يعني في بقى الفلسطيني، في حسن، في ناس كتيره معايا. بس محمد عاطف معايا اقرب واحد عشان هو قريب، عشان في الشغل معايا على طول. فانا قلت له على طول، قلت له يعني كنت بتكلم معاه، قلت له محمد احسن حاجه في الدنيا التعليم. يعني النهارده اللي انا اطلع ابني ما ركبوش عربيه ايه، ما جبلوش فيلا ايه، يعني انت فاهمني؟ لا انا اعلمه. تعلمه. لا الموضوع ده فارق جدا. انا شفت الكلام ده بعينيا. شفت يعني ايه مثلا شباب معايا صغيرين ما شاء الله ربنا يجزدهم، يعني التعليم مخليهم في حته بعيد. التعليم بيشتغلوا معايا وهم السبب من اسباب برضه رفعت الوضع عندي كده. والاسم بقى قوي بسبب الناس دي. ان انا النهارده ببص للوضع، الناس متعلمه. لا انا حابب ان انت مش ناسب النجاح ده ليك انت. لا خالص. انا اخر واحد. يا نهار ابيض. ده حقيقي والله. لا بجد يعني. لا انا معايا ناس ربنا كرمني بيهم، وانا بتعامل معاهم بحب. ناس شغاله في الماركتنج وناس شغاله في السيلز. انا معايا ناس كتير شغاله معايا كتير جدا. طبعا حكم الفروع، وعندي شركه دعايه ما شاء الله. تمام. طبعا زي ما بقول لك الناس دي سبب من اسباب الاسم بقى قوي كده. يعني ده في رجاله ورا الكاميرا كتير كمان. طبعا ده رجالتي وساره موجوده وطبعا عاطف والناس كلها موجودين. فلا ده الناس دي بجد فرقوا في المكان قوي. الحته اللي انا بقولها لك حته التعليم. التعليم ده مهم جدا. انا معايا ليسانس اداب اعلام. عظيم. انت فاهم ايه؟ كنت بحب الدعايه وبحب الماركتنج، بس قبل ما يبقى ماركتنج بالوضع اللي انا اشتغل بقى بكامبين وشركه عندي بالظبط كنت بشتغل دعايه. ما كنت في طنطا كنت شغال في الدعايه. الدعايه من 15 سنه كانت مختلفه عن دلوقتي كمان. لا طبعا. دلوقتي وضع تاني. دلوقتي انت بتحسبها دلوقتي 1 زائد 1 بيساوي 2. بالظبط. حسبه كده بتحسبها. الاول كنا زي ما بنقول غلابه. النهارده كنت يعني انا فاكر انا كنت في طنطا كنت بعمل دعايه على جروبات عندنا في طنطا. ما كانش حد يعرف يعني ايه دعايه. ايوه بص خالد، انا كان اساسي اصلا اكسسوارات عربيات. اكسسوارات عربيات، فوانيس ومرايات وبتاع، فوانيس واكسسوارات وحاجات كده ودلع وكده. فانا عملت طفره في طنطا. يعني ايه؟ كنت بعمل دعايه مثلا ايه، غطى عليه خصم كذا، دواس عليها خصم كذا. فكانت الناس يعني ما كانش عندها فكر في الحته دي. فبدات عملت طفره، فبدا الزبون يجي لي. انت فاهمني؟ فبدات شغلت حته الدعايه شغالها قوه لحد لما جيت القاهره هنا. طبعا انا في القاهره مثلا من اول ما بقول لك اول ما اتجوزت مراتي، يعني مثلا بقالي حوالي 5 سنين، بس داخل 5 سنين. تمام. عملت دعايه وعملت شغل وعملت قوي، عملت وضع قوي جدا. الحمد لله خلى اسم عبد النبي قوي ان شاء الله. انت فاهمني؟ بس فلا الموضوع بالنسبه لنا الدعايه مهمه جدا يعني. طب ايه اللي لسه ما عملتوش؟ ايه اللي لسه ما عملتوش؟ سؤال لذيذ. حلو. حلو. او نفسك تعمله في حاجات في البلان في الخطه كده. بقول لك انا كنت لسه بتكلم امبارح مع الحاج محمد، والله الكلمه دي كان حتى محمد عاطف قال معايا. قلت له تصدق يا حاج اللي انا بتمناه كله حصل. ما شاء الله. الحمد لله فضل الله. الحمد لله اللهم لك الحمد يعني. وحصل بشقه. يعني انا من الناس اللي انا شقيت وتعبت جدا جدا. كان ابويا عامل اسم، بس كان عامل اسم على قد ما كان محل مثلا 15 متر بالظبط حرفيا. 20 متر. فاهم؟ ربنا في طنطا الله يرحمه. عمل اسم وكان راجل سمعته قويه. الحمد لله انا طلعت وسعت الدنيا ما شاء الله. يعني انا لسه بنتكلم انا وانت، انا من الناس اللي انا كان نفسي اركب العربيه جي كلاس دي قوي يعني. كنت بشوفها كده، واول واحد شفته راكبها وانبهرت بالعربيه دي كان احمد العوضي. فالعربيه شفتها في التلفزيون جميل حبيبي، بدات اسال عنها. تاني واحد شفت محمد سامي. طبعا العربيه بتاعته دي. فبدات اسال العربيه دي. عارف انت لما الواحد بيبقى ايه
عنده حلم الحاجه، او مثلا بتقعد ايه اسال على حاجه واقعد ابص عليه وعندي هدف اللي انا اجيبها، ربنا بيرضيه. خلاص ادام بص ربنا بيرضيه. اقول لك على حاجه، انا مثلا من سنتين فاتوا، من سنتين او 3 سنين فاتوا، انا كنت راكب عربيه كيا بيكانتو. ما شاء الله. كانت هي دي اللي معايا. كانت دي اللي معاك. الحمد لله دلوقتي عندي زي ما انت عارف الواحد بيحب العربيات، فعندي عربيات. اقول لك حاجه يا عبدو، هو الموضوع صعوبته في سهولته. حقيقي. يعني انا مثلا هدفي ان انا اصحى الصبح اروح الشغل، تمام؟ خليك ركز معايا بس في الحته دي عشان مهمه والله، والناس هتحبها قوي. حقيقي. فكل اللي محتاجه عشان اروح الشغل هو وقت، وممكن يكون في ظرف او عوامل خارجيه هتاثر على المشوار. تمام فيزيكلي. تمام. ايه هي العوامل؟ ممكن الكاوتش يفرقع، يجي لي تليفون مهم، اقف انزل اجيب قهوه فالوقت يكتر شويه. فهو كل القصه ان هي وقت، والعامل او الظرف اللي هيحصل لي ما بين الايه من بيتي للشغل. تمام. فمن عندي انا، من خالد، من جوايا، ان انا عايز مثلا اجيب فيلا. ماشي. ده حلمي. ماشي. ايه هو؟ الوقت وعامل او العوامل او الظروف المحيطه بيا. بس هو الموضوع سهل قوي. يعني انا اعمل حسابي ان هو شويه وقت وهجيب الفيلا، وممكن شويه ظروف تعوقني في النص، بس انا هقدر اعمل عادي، دي ظروف طبيعيه. ده حقيقي. فهل انت لما بتقول يا ده انا نفسي اروح شغلي، هل ده موضوع صعب؟ لا طبعا. ولا كل يوم بتنزل تروح الشغل؟ تنزل كل يوم. طب خلاص، عندك هدف، عايز تجيب جي كلاس مثلا، ده حقيقي. عايز تجيب فيلا، عاوز تتجوز البنت اللي انت بتحبها، هو وقت والعوامل او الظروف اللي حواليك اللي هتاثر بس على الوقت ده، او اللي انت هتعافر ما بينهم بس كده، الموضوع هيخلص بسرعه. عارف انا كنت في عمره قبل كده، كنت قدام الحرم، انا من الناس اللي بادئ على طول اقول ايه يا رب الستر. ما هو الستر ده في صحه، في مالي، في اولاد، في زوجه، في كل حاجه. صح. الستر ده اهم حاجه في الدنيا. اهم حاجه في الدنيا. فانا واقف جنبي والله بجد حرفيا، والله بجد واحد بيدعي بيقول يا رب اجيب عربيه مرسيدس. لا والله، والله العظيم. وفي ناس كتير انت تشوف مثلا يقول لك ايه يا رب بنتي تتجوز، يعني في ادعيه كده قدام الحرم ناس بتدعي كتير، والناس بتدعي اللي جواها. بالظبط. انا من الناس اللي بروح ادعي اقول يا رب الستر من عنده. الستر راحه البيت، ما هو الستر ده فيه كل حاجه، في كل حاجه. هو السر اصلا في الستر. طبعا. انت فاهمني؟ يعني السر ده في الستر. طب اقول لك حاجه بقى كبيره جدا، السر في حته تانية كمان. الرضا. طبعا. لا ده رضا ده حاجه تانية. لو رضيت خلاص هتلاقي كل اتحقق، والله العظيم حاجه تانية. عارف انا كنت قاعد مع حد كده حبيبي برضه، يعني حد فنان يعني مشهور، فبيقول لي ايه، بيقول لي انت ايه علاقتك مع المنافسين؟ طبعا احنا في مجالنا كبير، طبعا الدنيا واسعه، كلهم بص عايز اقول لك كلهم ناس مش طبعا. يعني انا من الناس اللي اتعلمت اصول التجاره واصول المهنه، اللي انا ما اجيبش سيم التاجر تاني. مثلا خالد هيجي يقول لي مثلا ايه رايك في كذا، اقول له محترم واحسن مني. يا نهار ابيض، شفت الكلمه؟ انا الحمد لله بقولها كده. والعملاء خلي بالك، العميل لما بيجي ويشوف مثلا يتعامل مع عبده يقول له ده انا رحت عند كذا، انا برضي اقول له ايه ده محترم وناس جميل، الزبون بيحترمني طبعا، يعني العميل ده بيحترمني طبعا. فانا الفكره اللي انا بتكلم في نقطه ايه، النهارده مثلا انا بالنسبه لي، ما هو بيسالني بيقول لي ايه علاقتك مع المنافسين، قلت له ناس محترمه وناس فوق الوصف الا بجد. فانا بضحك يعني هو عايز يعرف عايز يعرف فكري ايه. قلت له بص، في ناس فعلا انا بشوف النوعات دي، في ناس ما بتحبش الخير لحد. ايوه فعلا، يعني مثلا في مجالك وفي مهنتك، يا نهار ابيض صعب. مثلا شايفين خالد مثلا ان شاء الله الله اكبر نجم بوم، وهو بعيد عنك اصلا، هو ممكن ما يعرفكش، بس هو عارف خالد جواد مين، بس هو ما يعرفكش، ده ما يحبلكش الخير. لا تلاقيهم حتى في قاعده يا خالد جواد يا عم ده، ويروح مألف قصه هو ما يعرفكش. ايوه ما يعرفش، عمره ما قابلني. يعني اقول لك على حاجه، انا في مره بدون ذكر اسماء يعني، حد قال لك ايه ده عبده الامير ده عليه 15 قضيه كده، يلا قسما بالله انا ما اعرفوش اصلا. طب تخيل واحد مثلا كان رايح مثلا هياخد عربيته ويروح يعمل بروتكشن عند عبده الامير، اول لما سمع الكلمه دي طب اقول لك على حاجه، رجع لورا كده. والله العظيم خايف طبعا. لا. طب اقول لك على حاجه، والله العظيم انا الراجل ده، راجل الباشمهندس ده اللي هو اللي جه قال لي الكلام ده، راجل جميل، راجل محترم، جالي من التجمع مخصوص، هو حبيبي يعني. التجمع اللي زي والله عامل له كام عربيه بروتكشن، فجالي قال لي انا عايز اتكلم معاك في موضوع حصل كذا كذا كذا.
والراجل ده بيقول عليك انت عليك 15 قضيه. قلت له ده انا لو بتاع مخدرات مش هيبقى 15 قضيه. 15 قضيه قلت له يعني ايه 15 قضيه؟ قلت له ما فيش الكلام ده. وريته بكلام وبتليفون وانا قاعد كده وبتاع الموضوع في الهوا. اللي انا عايز اوصله لك، الناس المحترمه او الناس اللي بتبقى مخلصه في شغلها او اللي ربنا موسع عليهم، خلي بالك من الحته دي، ما بيجيبش سيره حد، هو مش في باله اصلا حد. بالظبط، والله العظيم كنت لسه هو مش في باله مركز حد مع نفسه. بص اقول لك على حاجه، انا النهارده راجل عندي 8 9 فروع، تمام. كعبده الامين اسم براند في البروتكشن. لما تيجي مثلا تخش على السايت بتاعنا او تخش مثلا على السوشيال ميديا تلاقي مثلا الراجل ده عنده 8 9 فروع. طيب واحد زيي هنافس مين؟ طبيعي هنافس نفسي. طبعا انا النهارده مثلا واحد، طبعا انا صح، بكلم الناس كلها الاحترام. كلمه بص انا بكلم الناس كلها الاحترام، كلمه شاطره جدا، وناس فوق دماغي، وبص واحسن مني واحسن مني. بس انا النهارده مثلا حد عنده فرعين 3 ربنا كرمه في حته معينه. انا النهارده مثلا عندي 8 9 فروع، انا الاول الوحيد، يعني انا الوحيد في مصر اللي انا بستورد خاماتي. بعد عندي الحاويه غاليه. طب النهارده انا هنافس ايه؟ طبيعي انا هنافس نفسي. صح. انا النهارده بشتغل على اسم، بشتغل على وضعي المهني ووضعي الاجتماعي. عايز اقوي الوضع ده. بالظبط. النهارده انا ربنا كرمني وعندي فروع، وعندي فروع في اقوى حتت في مصر، زي في التجمع، في مدينه نصر، في اكتوبر. عندي فروع قويه وفي اماكن قويه. طبعا النهارده انا لازم احافظ على الحته دي، النهارده انا لازم احافظ على الاسم ده، مش هقعد مثلا تكبر كمان، بكبر نفسي. يعني زي شركات مثلا اللي بتعمل اعلان كل سنه، وهي شركات كبيره جدا، وهو مش محتاج يعمل اعلان، ما البرودكتس بتاعته في الثلاجات وفي موجوده وفي هو بيحافظ على وضعه، هو بيحافظ على مكانه. ايوه بالظبط كده، هو لازم كل سنه يفضل في نفس الحاجه، يحافظ على يجيب وضعه، نفس النجوم او نجوم تانية في نفس المقدار، مش عارف ايه، هو بيحافظ على بص انا عايز اقول لك على بتاعه. حاجه. تعالى شوف مثلا ناس في الفن، واحد زي كريم عبد العزيز، واحد زي احمد عز، الناس اللي هم اللي زي ما بيقولوا على طاوله المهنه بتاعتهم. الناس دي ما تلاقيش بترفع تتكلم على حد اصلا. لو الحد مثلا استفزه مثلا بحد يقول له ده قال كذا، يقول له لا ده راجل جميل وشاطر. الاسلوب بس هو بيبقى عنده جواه شراسه ازاي انجح. النهارده انا كعبد الامين انا عندي جوايا شراسه ازاي انا بركز في هذا. انا بركز النهارده. بص انا اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي انا اتربيت في حاره، يعني انا مش ما طلعش من صغري عندي فيلا. اكيد انا اتربيت في حاره في طنطا، وكان املي ان انا اخد شقه في منطقه معينه، في حته في طنطا، حته كويسه. وربنا كرمني وخدتها. كان ده بعد ما اتجوزت على طول. وربنا كرمني وخدت المكان ده. النهارده انا الحمد لله بفضل الله عندي فيلا في التجمع، عندي فيلا في سيد. انت فاهمني؟ تعال بص على الوضع او بص على الفيدباك بتاع الوضع ده. لا دي بشقه شقه وتعب. النهارده انا من الناس اللي انا وصلت لمرحله والله العظيم خالد اللي انا كنت في وقت وكنت الضغوطات وكنت الانفعالات بقى مناخيري جدا. يا نهار ابيض والله العظيم. ضغط رهيب. وانت عايز تحافظ على وضع انت عملته. طبعا خلي بالك. هو انت النهارده انا جيت مثلا افتح فرع ما نجحش، خلاص قفلته، مش في دماغي، انا عندي فروع تانية. بس النهارده انت بتفتح فرع والتاني والتالت والعاشر ومش عارف ايه، انت عايز تحافظ بقى على الوضع ده. طبعا انت فاهم؟ طبعا. وانا من الناس اللي العميل عندي رقم 1. ليه؟ انا ما عنديش حاجه اسمها عميل يزعل. دي بص على رقبتي ورقبه الناس كلها اللي موجوده. مفيش عميل يزعل. وانا بيبقى في اخطاء، بس ازاي تصلح الخطا ده؟ انت فاهمني؟ وخلي بالك ان انا عندي التصليح بتاع الخطا عندي بفلوس طبعا. فلوس جامده جدا طبعا، يعني لان البرودكشن اصلا غالي وبتشتغل في عربيات غاليه جدا. اقل عربيه ب 3 4 5 مليون جنيه. الغلطه فيها خلاص انت كده شكرا. بالظبط. انت فاهمني؟ طب في حصل مره غلطه؟ فاكر مره حصل مشكله؟ حصل قبل كده. بس انا بعالج على طول. يعني انا طبعا اغلبيه العميل بتاعي اللي هو جايب العربيه الزيرو، يعني توكيل لازم يعني توكيل. يعني وارد بيحصل اخطاء. بس انا النهارده بص انا في شفافيه بيني وبين الناس اللي عندي اللي هم اللي شغالين تحتيه. النهارده مثلا عندي مثلا فني غلط، ما يخبيش، يقول قول وخلاص ما مالكش دعوه. بس تغلط وما تقولش، لا هيبقى يومك طويل معاك. يبقى يومك طويل. لو العميل هو اللي عرف من بره كده لوحده.
بص انا كمان مع الناس الفنيين، عندي فنيين الحمد لله كتير جدا على مستوى القوه ان شاء الله. وانا عارف انت عايز اقول لك ايه، انا بقوف بالصنايعي عشان كنت صنايعي زي انا كنت شغال المهنه دي بايدي. فانا بقوف بالصنايعي. ليه؟ الصنايعي النهارده بيقبض له مثلا مرتبه ايه يعني مش هيعدي 10000 جنيه مثلا، مثلا يبقى في رينج ده كده غير عمولته عاديه. انا ما ينفعش النهارده مثلا صنايعي كسر الفانوس ده ب 50000 جنيه، هتخصم منه ازاي 50000 جنيه؟ هتقعدوا 5 شهور ما ياكلش ولا يشرب. ده حقيقي. طب اقول لك على حاجه، والله العظيم في ناس بتعمل الكلام ده وتلاقي ربنا حاطط له الرزق بتاعه على قده. صدق انا بيحصل عندي في ساعات بلاوي. لا اكيد حوارات في العربيه وحوار بيحصل ساعات وارد غلطه، والصراحه مش هيبقى قصدي، مش هينزل هيبقى قصده يغلط في عربيه بالظبط. انت فاهمني؟ فانا ببقى ايه، بقوف بالحته دي. والله العظيم على طول اقول مثلا اللي انا ربنا كريمي ممكن بسبب حاجه زي كده، اللي انا بقوف بالصنايع، يعني ما بضغطش على الصنايع. انت فاهمني؟ النهارده واحد زي ده جاي هي كله مفيش صح. بس انا عايز اسالك على حاجه بقى. انا زي ما بقول لك انا من الناس اللي انا معجب بيك بالسوشيال ميديا، والله العظيم المحتوى اللي انت بتعمله. انت النهارده انا عارف ان انت خريج حقوق. ما اشتغلتش ليه اشتغلت محامي؟ اشتغلت اسبوعين بصراحه. ما كملت. اسبوعين في المكتب ولا اسبوعين في المحكمه؟ لا في المكتب. ما هو المكتب انا كنت بشتغل عند دكتور كبير قوي محامي. فانا رحت كده بعد ما اتخرجت، رحت ايه، كان في واحد صاحبي ساكن في عماره كبيره قوي في عمارات العموم. انا كنت قاعد معاه وبقول له انا عايز اشتغل. قال لي بقول لك ايه، الدور السابع والثامن في العماره في محامين وبتاع وعاملين دوشه. ما تروح تقدم. تاني يوم رحت لابس بدله ورحت رايح فين الدكتور قلت له انا عايز اشتغل محامي. قال لي طيب انت اتخرجت امتى؟ قلت له من اسبوع، ما فيش لسه متخرج حالا. قال لي طيب تعالى تدريب وبتاع. قعدت اسبوع تدريب. الاسبوع اللي بعده قال لي انت هتنزل المحكمه. قلت له هنزل محكمه بالدبل النار. قلت له، قال لي هتاخد قضيه وتنزل. قلت له باخد قضيه ازاي؟ انا مش معايا كارنيه. انا لسه ما طلعتش الكارنيه. لسه النتيجه ما طلعتش. قال لي بس انزل بس ومالكش دعوه، انت مع الدكتور بتاعه. ويا ولد كان بيشرب سيجار كده، وكان عنده عربيتين مرسيدس. عرفت نفس الموديل بس لونين مختلفين. عرفت فيا دكتور ازاي روح يا ولد وبتاع ومش عارف ايه. قلت له حاضر. رحت المحكمه، قاعد قدام القاضي، فتنادى على القضيه اللي معايا. القضيه ايه بقى؟ اللي هي اقتصادي، واحد عليه شيك. فما بيبقاش فيها كلام فاضي، تخش تقدم ورقه خلاص شكرا على كده. بتقدم الورق والقاضي بيحكم كده، بيروح ماضي ومش عارف ايه وخلاص، وبتستلم الورق بعدين. انا دخلت القضيه رقم كذا، والمفروض اروح ادي القاضي. انا ما اعرفش بقى، محضر بقى كلام ودارس القضيه وهي ما فيهاش حاجه اصلا. درست الهوا. رحت واقف على المنبر بتاع المحامين، الناس كلها مشغوله بقى، بس كله في هدوء عشان ايه، القاضي يعرف يشتغل. قلت له سيدي الرئيس. فهو بيعمل كده وكان لابس نظاره، راح بص لي قال لي ايوه حضرات المستشفى. لا ففضلت واقف. قال لي ايوه يا ابني عايز ايه يا ابني؟ لابس الروب بقى ومأجره. مش يا استاذ، انا مأجر الروب. ايوه المكتبه عشان ما كانش معايا روب، مش معايا حاجه خالص. قلت له لا. قال لي انت واقف هنا ليه؟ ما تجيب الورق. قلت له حاضر، انا مش فاهم حاجه. اتخضيت بقى. الورق ورحت راجع بسرعه، قاعد ايه على الدكه كده. فهو بيمضي على الورق، عمال ايه بيبص لي، اللي هو انت مين بقى؟ انت محامي ولا عبيط ولا ايه؟ انت مش شكلك مش الموضوع بقى. فانا رحت ايه، لما بينزل عينه اروح محول على الدكه اللي بعديها اللي ورا. فيروح باصص، فايه يبتدي ايه يلا تاني. قعدت اتنطط كده من الدكك لغايه ما رحت هارب من القاعه، ومن القاعه المكتب. قلت له ريس انا مش هشتغل معاك، انا كنت هبهدلك الدنيا. انا كنت هتحبس. اولا كان هيقول لي هات كارنيه، هات مش معايا كارنيه، وكانت هتبقى قصه يعني. كانت قصه كبيره. لا وشغل المحاماه والله يا عبده عايز حد صاحي جدا وذكي جدا ومركز جدا. مهنه صعبه. وخلي بالك المحامي مهنه صعبه. لا مش صعبه عادي. المحامي بيدخل مكان زي ده لازم يدرس كل تفصيله فيه. شغلته دي شغلته. تخيل مخك بيبقى قد ايه هدك. وانا راجل مرح يعني فوسي عايز تهزر يعني مش بنقول جد وكل حاجه، ويومنا اكيد كله مش، بس انا ما اقدرش جرافطه وقميص وروب
وتركيز زياده، ومتهمين واهالي متهمين بيعيطوا، وعيالهم جابت لهم مش عارف قضيه، وده عليه شيك، وده بيعيط، ده مراته محبوسه مش عارف في قضيه ايه، وده جوزها اتحبس في. يا لهوي، لا 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 لا. موال. انا بحب اشغل مزيكا، اه فاهم، واقعد كده في جنينه بتاع حافي مش مشكله، اه فاهم، اه واشرب سيجار معين، لذاذه كده وصباح الفل، اقعد قدام بحر شويه، اشتغل شغلانه انا بحبها لذيذه، فيها كاميرات ودنيا واضاءه وبتاع، ونقعد نطلع بروجكت لذيذ وفكره ونمثلها وبتاع، نخلي الناس تضحك. اه. فدي برضو حاجه كبيره، يعني ان من اصعب الحاجات انك في التمثيل بالذات، اصعب حاجه الكوميديا. ده حقيقي. فان انا اخلي انسان يبتسم، مش لازم يضحك يا عم اللي هو يكهكه وبتاع، انا مش ارجوزات، بس نخليه يبتسم كده ويقول ايه ده افيه لذيذ، او ايه ده بص الموقف الفلاني، ده صعب برضه يعني. طبعا اه. طبعا. اول محتوى انت عملته كان ايه؟ اول محتوى كان انا فاكر انت كنت بتطلع انت فيديو، وصديق ليك. ده بازوكا، لا اه قبليه خالص بقى، احنا في انا شفت بقى انت 2015. وبازوكا ده كان لا 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 كان لا في لا، حته تانية. بازوكا انا عايز انت اقول، وهو كنت في حته تانية الصراحه. انا وبازوكا صحاب جدا. اه وبص الناس بتاعت السوشيال ميديا دايما بالذات، اللي هو مثلا انا قاعد مع انفلونسر او بلوجر او كونتنت كرييتر او حد بيطلع على السوشيال ميديا عامه، لازم هيصوروا بعض، لازم هياخد ده من ده حاجه، ده فاهم. اه. انا وبازوكا كنا اصدقاء لله، لحبنا لبعض لحد الان. لحد الان، ده ما شاء اخويا الله ما اخويا شاء الله ما شاء اخويا الله، من ربنا اول يوم يخليه. عرفته فيه، من 2016 او 2017، احنا اخوات جدا ما شاء جدا الله. جدا. فاحنا كنا بنقعد نهزر هزار محدش بيفهمه، بنقعد انا وهو نضحك عليه لغايه ما الهزار ده اتطور. مم. وانا اللي قلت له يا بازوكا اما تيجي نصور اللي احنا بنعمله، قال لي ده انا نفسي اقول ده لك كان بس. بدايتكم خالص بقى. بدايتنا اه فكنا عاملين حاجه، كنت انا وبازوكا يعني، بس انت مش عارف هتفهمني ولا لا، لا الناس مش قول قول. مش عارف الناس هتفهمني ولا لا. بس انا وبازوكا كنا مثلا واحنا قاعدين زهقانين اه بنتفرج على فيلم، فاحنا عاملين في بالنا ان انا وهو في بالنا، اوكي، اه تخيلنا ان انا وهو بنحب واحده بس، اه فتعالى نقول لها شعر. قصه بقى. قصه. اه فنقول لها شعر وهي اصلا مش موجوده، وبعدين اقول له بازوكا يلا نهنها. بجد. زعلانين منها احنا الاثنين اه بقى رثاء، اه فنعاتبها جدا في الشعر وبتاع. اه فبعدين طلعنا قلنا لها السوشيال ميديا، عملنا الشعر وعملنا الرسالة وبتاع، وبعد كده الموضوع اتطور بقى برنامج اسمه اسألي من قلبك للبنات فقط، بيقدموه 2 رجاله، اه فاهم حاجة؟ اه بس فبنسأل البنات بقى ايه، بنات تسألنا ايه احسن وصفة للشعر الكيرلي مثلا، ما نعرفش طب اي هبد. بنقول اي اي حاجة هبد الناس بقى. بتضحك. ايه احسن حاجة للبشرة الحساسة، اي هبد فاحنا برضه. 2 بص شكلنا 2 فوعلية آه. ما يدوش نصايح خالص. ايوه ايوه. بس فهي جت من هنا، وبازوكا قرفته جميله، اه والناس بتحبه جدا. لو انت جميل حبيبي والله والله العظيم، العظيم، ربنا يعني انت يخليك، من الناس ربنا يخليك يا الجميله عبد. اللي الناس بتحبك. آه. حقيقي بجد والله يا خالد. بس انا عايز اقول لك على حاجه مم. ثانيه. زي ما المحتويات دي او السوشيال ميديا ليها ناس حلوه زيكم، مم. في ناس تانية مبوظه سمعه للاسف هو، المحتويات دي برضه. ما هو انك تحكم حاجه زي دي يا عبده، مم. آه، مش عارف يعني، هل زي مثلا آه، في نقيب او في حاجه في ده يبقى زي ده في المفروض السوشيال لازم. ميديا مثلا؟ المفروض لازم. المفروض. بس انت الموضوع السوشيال ميديا دلوقتي بقى خلاص يعتبر هو رقم واحد دلوقتي في مصر. هو في خلاص العالم يعني مثلا عامة تيك يعني احنا توك. عندنا هنا خلاص اه هو رقم واحد. انا عايز اقول او لك ان التيك توك. اه تيك توك بلاتفورم رقم 1 على العالم. ده حقيقي. في ناس يا عبده والله العظيم حياتها اختلفت 180 ده حقيقي، انا شفنا 360 الكلام ده درجة. شفنا الكلام ده. في ناس خسرت حياتها بسبب السوشيال ميديا، مم. في ناس اتطلقت بسبب السوشيال ده ميديا، حقيقي. في ده ناس حقيقي. اتجوزوا من السوشيال ميديا، ده حقيقي. في واحد اختنى من السوشيال ميديا، مم. في واحدة بتعمل فسيخ ورنجة بقت ما شاء الله الله اكبر، مم. راكبة عربية، اه راكبة عربيات، اه معلش، فاهم. اه. فالسوشيال ميديا مهمة جدا، قصدك فازاي نسيب ما تستخدمها. نسيب الدنيا بتاعتنا ونشتغل في سيخ وينج. يلا والله، بص يا ريس، انا مع القرش، ده والقرش حقيقي. الحلال والله ده العظيم، حقيقي. ده اصل لو حقيقي. هنعمل حاجه كويسه للناس نعملها. هو ده اللي بقوله يعني. اه انا النهارده بشوف مثلا السوشيال ميديا، انا في حاجات ما ينفعش مثلا مراتي تبص عليه، ما ينفعش ابني يطلع يبص عليه، بس الحاجات دي بقت غصب عنك اوتوماتيك، هي انت شايفها اصلا يعني لا الحاجات بس بتظهر لك برضو اوتوماتيك. انا شايف الداخليه والله العظيم في تكثيف جامد قوي على اي حد بيقدم محتوى او كونتنت غير لائق او فيه شبهه، مم. بيتجاب، مم. وده بيحصل. الموضوع ده فعلا بدأ اه اه يحصل كده. بيحصل. اي حد بيتكلم في كلام، عشان التيك توك مليان قوي، مليان قوي. وبعدين سيبك من الكونتنت اللي هو البايظ ده، احنا شكلنا كمصر وكسمعه
هل بتشوف الناس اللي هي طالعه عايزه فلوس من على السوشيال ميديا وعايزه فلوس من التيك توك وكبس وبتاع، واللي بيطلعوا أيوة. ايه شحاته يعني؟ لا ده شحات. اه ده الوضع اللي انا شفته. خليني تعرف ان انا من الناس اللي بعمل، انا يعني الحمد لله الشغل عندي قويه جدا. انا الناس اللي انا ما بشتغلش تيك توك ده نهائي. ما بطلعش برضه، يعني ما عنديش محتوى اعمله. لا بس بعد انا اذنك اوه محتاج اقول لك ان التيك توك بلاتفورم رقم 1 في العالم عندي لشغلي لشغلك. بس. ماشي بس انا ما لكن اطلعش. انت ما تطلعش. انا ما اطلع. انا مش عارف انت ايه، كل واحد بشخصيته. يعني انت مم. النهارده مثلا انا مش هقدر اطلع زي ما بيقولوا مثلا ايه، اتنطط على تيك توك. مم. انت فاهمني؟ بس ممكن اعمل حاجه محتوى زي ما شفت انت بتقول، انت وبازوكا عملتوا محتوى بدا يخلي فن، الناس الناس عايزه تشوفه. بس في حاجات انا بشوفها، حاجات تانية بجد والله بجد، يعني انا ما ينفعش انا اتفرج عليه، ما ينفعش انا اتفرج عليه. طبعا طبعا انت فاهم؟ طبعا. ففي حاجات بتبقى زي ما هي فيها الفايده، فيها حاجات برضه ايه، سوق لنا يعني. طبعا. وبتسوق سمعه البلد يعني. ما يعني هي في ما ناس هي دي الكارثه. يعني والمشكله ان هم عندهم مشاهدات كتير قوي. انت قلت كلمه حلوه قوي، الناس دي بتشحت. ما هي ما هي ما فيش عارف لو يعملوا محتوى مسمى غير ممكن بقى، ما اعرفش بقى ياخدوا منه فلوس، انا ما اعرفش الوضع بينزل ايه، بس يعملوا محتوى كويس. ما هو لو عنده محتوى او عنده قبول ما كانش ايوه عمل ده. ما كانش عملها صح. كان خد الفلوس من الحته التانيه. صح فاهم؟ بس هو ما عندوش ده، ما عندوش حاجه يتكلم فيها ومش عارف يتكلم في ايه، فبيطلع كبس يخبط بيحفظ له كام كلمه كده يخبط وبيعمل يخبط. وبيحطوا قهوه على نفسهم وبيحطوا مش عارف ايه لا لا وبيعملوا ده انا احكام. بشوف حاجات ما هي صعبه جدا. مرعبه. ايوه وخلي بالك بقى، ده انا بشوف كمان ناس فنانين، ناس محترمه طبعا شفت طبعا بيعملوا الكلام ده، طبعا. ويطلع يقول لك عشان انا الفلوس ومش الفلوس يعني شفت ناس بيعملوا الكلام ده، هقول لك حط حاجه على يا عبده، نفسهم. هقول لك حاجه مم. بصراحه ربنا. انت لو دخل لك 3 4000 دولار في اليوم، تمام في اليوم. في اليوم مم. يعني كام في الشهر؟ تعالى نحسبها والنبي. تعالى عشان الموضوع ده بقى ايه. والله استنى خليك معايا ثانيه. في الشهر يعني 120,000 دولار لو 3000 دولار. 3000 في 30 90,000 دولار. طب 90,000 في كام؟ بالظبط. في 50 دلوقتي ب 4 مليون ونص كل شهر. كل شهر. وفعلا الارقام دي فعلا بجد. مم. بس عشان كده الناس هيطلع له لايف، اتهبلت. هيقعد في اللايف مثلا 4 5 ساعات في اليوم. تمام. هل انت في شغلانه في الدنيا تقعد في بيتك قاعد تهزر وتضحك قدام كاميرا 4 5 ساعات، ما كملتش حتى دوام 8 ساعات، وبتقبض بالدولار وانت قاعد في البيت؟ معلكش تاسك واحده، معلكش حاجه تعملها، معلكش حاجه فيزيكلي بدنيه او تبعت ايميل او تعمل او تكلم حد في التليفون، او زي العيال بتاعت السيلز يا عيني بتوع الريل ولا استيت. يشتغلوا يبقى خلاص الريل مش استيت عايزين اللي يشتغلوا اصلا. نازل بيعمل له في اليوم اللي الناس كرهاهم. بس ده راجل بيشتغل بعرق بيموت نفسه. 200 مكالمه في اليوم. بيني وبينك هم يزهقوا. هم يزهقوا. انا في ناس بتكلمني الساعه 7:30 8 الصبح. عارف هم يزهقوا. وصل مرحله يكلموني من الامارات. الموضوع لا موضوع الامارات ده بيضحك قوي. انا مش ما انا بقول له يعني ايه يا استاذ خالد عندنا بنايه حديثه انا وبتاع. لقيته انا ايه رقم 3 مليون درهم ايه رقمي لا رقمي ايه اللي وصل في الموضوع. تعرف اللي هم الشركات بيبيعوا الارقام دي. ايوه يعني النهارده انا النهارده واخد مثلا في مراسم في التجمع. عندي في ماونتن فيو زايد. النهارده طلع الارقام اللي هنا اللي انا كنت شامم منهم بيبيعوا الارقام. الاداره نفسها بتبيع ارقام التليفونات دي برقم خيالي. بقول لك على حاجه والله العظيم، انا وصل لمرحله في 5 دقايق ممكن مثلا 10 15 مكالمه فن لدرجه ان انا بقيت شوط على ارقام غريبه دلوقتي. جيت في وقت غيرت الرقم. خلاص بقى غيرت. خلاص الموضوع بقى مضحك. لا ويكلموك. بس انا بقول لك ان الشباب دي والله هم بيتعبوا. انا عارف هم بيتعبوا جدا بيتعبوا بس هم بيقولوا لي في وقت بقى انا خلاص يعني مضغوط واعصابي مشدوده. انت فاهمني؟ وبرضه الواحد بيرد عليه باحترام. والله لا مش مهتم. انا عارف مش مهتم. بس انا بقارن لك ما بين ان الشاب بيتعب وبيشتغل عنده من 22 ل 35 و40 سنه في مجال السيلز مثلا، بيعمل له 200 مكالمه في اليوم، غير ال 200 مكالمه وعنده فيزيتس، ينزل هيقابل الاستاذ فلان الفلاني عايز يفرجه على اليونت، والاستاذ علان العلاني عايز يفرجه الفيلا الستاند الون اللي مش عارف فين وفي السخنه، وعنده بروجكت مش عارف في الجلاله فين، وعنده الوضع مصعب. وتخيل بقى الناس اللي على التيك توك قاعد يا باشا ولا اي حاجه 5 6 7 ساعات في اليوم ولا اي حاجه. يا سيدي هياخد له مثلا 3000 جنيه في اليوم، 3000 جنيه مصري 90,000 جنيه 90,000 جنيه في الشهر. طب هو ده يعني ده
هل دي فلوس يعني ما اعرفش هل دي اعتقد دي مش حلال. حلال ولا مش بص عايز افتي. اعتقد مش عارف. اعتقد بالوضع، اصل انت ما تعبتش فيه يعني. النهارده انا ما تعبتش فيه، بس النهارده مثلا انا راجل لو بقدم حاجه محتوى محترم او محتوى الناس بتستفاد منه، اقول لك مش مشكله. بس هو حته بقى ايه كبس ومش لا الموضوع انا بقول لك انا شفت فنانين ناس محترمه كنت بحترمهم جدا، في الصوره فيهم الصوره كويسه بالنسبه لهم، ما برضو بيعملوا الكلام ده. برضو عبده هنرجع يعني ادي لاخوك مليون عذر. الناس دي عامله كده ليه؟ اصل انا مش هطلع اوقع تاريخي وحاجات كويسه انا عملتها كويس قوي عشان انا فرحان باللي بيحصل ده، او ابقى مع الترند ده، او ابقى زي مش عارف. ولا في مدارس، ولا في اقساط، ولا في استشقه، ولا في اكل عندهم طبعا التزامات. طب فاهم؟ طب فما تعرفش هو او هي طالعين يعملوا كده ليه. ده حقيقي. برضو اديلهم مليون عنصر برضو الله اعلم. الدنيا بقت صعبه على الكل، عارف؟ ده حقيقي. الدنيا صعبه، فالناس بتواكب. الموضوع صعب. الناس اللي بيشتغل شغلانه بقى بيشتغل 2. ده حقيقي. واللي بيعمل مش عارف ايه بقى بيبيع ايه على النت. عارف انت الفكره كلها اللي في ناس كمان بتبقى عايش في ليفل معين ما بيقوش ينزلوا بالظبط، وعايشين عيالهم ليفل معين مش هيقدروا ينزلوا بالظبط. فتلاقي ايه واحد شغال في بنك مثلا ومراته مثلا شغاله في شركه ادمن في شركه ولا. بالليل هما الاثنين يفكروا مثلا في مشروع حاجه، يفتحوا بيج انستجرام، يجيبوا برودكتس ويعملوها هما هاند ميد مش عارف ايه، يبيعوا على انستجرام. انا اعرف ناس كده على فكره. ده كتير. وحلو خلي بالك الموضوع حلو. طبعا الموضوع حلو طبعا. النهارده انت بتزود دخلك شغال. وازاي انت يعني انا من الناس اللي انا استخدمت السوشيال ميديا جوه في شغلي. انا عرفت استخدمها ازاي. النهارده انا راجل مثلا بعمل الدعايه بتاعتي، بعمل كامبين، مش سايبها كده على الله كده والموضوع احط اي رقم لا انا بعمل كامبين. انت فاهمني؟ الموضوع بالنسبه لنا ازاي النهارده انا استفاد من حته السوشيال ميديا. الكامبين في السوشيال ميديا بقت اقوى من التلفزيون. خلاص اقوى من الراديو، اقوى من الجورنال. فاكر؟ طبعا. واقوى من الاعلانات اللي في الشارع كمان الاوت دور. بالظبط. ليه؟ انا دلوقتي تعالى نجيب الناس الكبار اللي هو ابهاتنا وامهاتنا. عندهم التلفزيون اللي فيه كل حاجه، الافلام القديمه وكل حاجه دلوقتي وبتاع، بس هم قاعدين برضو على الموبايل. يعني الناس كبيره بقت قاعده على الموبايل. عايزه تقرا الاخبار وتعمل. كل الناس بقت ماسكه التليفون. التليفون بقى كل حاجه. فان انا عشان اعلن عن برودكت، لو انا انسان بقى ذكي شويه، اجيب تامر بشير بتاع العربيات ده حقيقي، واجيب ازاي بالتارجت عميل معين، هادية غالب بتاعت الفاشن. ده حقيقي. فاجيب كذا حد من كذا حته. ده تامر حبيبي اصلا قوي. ده تامر تامر حبيبي قوي. كان عندي بتاع الشيخ زايد كمان. جميل. يعني تامر جميل. تامر شاطر قوي جدا ومنظم في شغله. اللي كده تامر جالي في الافتتاح بتاع فرع الشيخ زايد. فتامر عارف انت اللي بتقول عليه ايه، ابن مهنه. جدا. النهارده كنت بعمل انا هو ريفيو، بنتكلم مع بعض وبتاع كده. قلت له يا تامر بص انا اول ما بقف قدام حد ابقى متحفز له، اللي هو ايه عارف ايه، يعلم عليا. هو شاطر جدا. لا مش هيعمل كده عمره. لا هو طبعا مش هيعمل كده طبعا. تامر اخويا يعني. بس هو شاطر في شغله، متمكن، فاهم في كل حاجه جدا. يعني فاهم في حته البرودكشن كمان، يمسك الخامه ويشوفها اصلي ولا مش اصلي. انت فاهمني؟ التقفيل الجديده دي بتفك ازاي، الاكره دي بتتفك ازاي من غير اكره قوي. صح قوي. تامر تحس ان هو كان يعني ابتداها صنايعي، بس هو ابن ناس جدا. بس ازاي سوسه ما شاء الله. ايوه فاهم في الحاجه بالظبط. هو مركز. هو مركز في الشغلانه دي، فهو عارف. ده بقى اللي انا بقوله لك بقى، ازاي انا النهارده مثلا خالد جواد مثلا انت استغليت حته السوشيال ميديا ما شاء الله اللي وصلتك لوضع خلاص. انت دلوقتي راجل فيموس ولا حاجه. لا ما شاء الله ما شاء الله. حقيقي. انت فاهمني؟ وصل الناس النهارده مثلا ما بشوف مثلا محتوى ليك، انا بقعد اتفرج عليك واضحك والله مبسوط. انت في حاجه بتبسطني. النهارده تامر اهتز طبعا. تامر النهارده اشتغل على نفسه اللي وصله للحته دي. تديك معلومه فعلا، لو عايز معلومه في اي حاجه تامر هيديها لك في العربيه. في ناس كتير يعني. انا عندي توني كمان حبيبي برضه طبعا. احمد الوكيل طبعا جميل برضه. يا نهار ابيض، ما اتقابلتش معاه بس مع الاحترافيه جميل جدا. هو في حته لوحده من الناس اللي انا حابب ان انا اقعد معاه يعني. بس انا دلوقتي ما شفتوش. جميل. اللي برضه ابن ناس قوي وجميل وانا بحبه قوي، ماجد الطويل. طبعا. ماجد ده من سكان الزمالك. عارف انت الناس اللي هو
الجي كلاس قوي ايوه انا فوق جي كلاس كمان يعني جي كلاس بس فالناس دي عرفت ازاي تطور نفسها. بص انا من الناس اللي انا بشوف الحلو بتعلم منها لحد الان. يعني انا بشوف مثلا خالد مثلا هو حلو في حاجه معينه، انا بشوفه بحلل الحته دي وبتعلم منها. ودي حته خلي بالك بتبقى سبب من اسباب نجاح اي حد. النهارده انت بتبص للحلو مش بتبص في رزقه. ايوه فاهم طبعا طبعا. انت فاهم هو عملها ازاي؟ ايوه بتعلم، ما احنا الراجل بنتعلم. ده بقى في الحته دي ازاي؟ انت فاهمني؟ الراجل ده بيتكلم ازاي؟ ما هي لو ما خدتهاش كده هتبقى العكس على طول. حقيقي اللي هو انت اللي هو هبص لك في حاجتك، هتبص في رزقه. الا لو انا خدتها، لا ما شاء الله ده ما شاء عملها الله كذا، ربنا يوسع ازاي علينا عملتها؟ جميل. عملتها ازاي؟ ده حقيقي عشان ده حقيقي. او انت ازاي مثلا كايند كده مع الناس. ايه ده انا هاخد الحته دي مثلا من عبد، يعني انا هقول لك هو على حاجه كويس قوي ومتسامح وبيعامل كل الناس سواسيه، هقول وانا لك عايز حاجة. اخد الحته دي مثلا. انا بالنسبه لحبايبي قوي 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 بعشقه دكتور عمرو الليثي. لا ده طبعا حبيبي طبعا. ده حبيبي قوي وطبعا عملت له عباد بتاعته بروتكشن. وقعدت معاه وبرضه يعني قعدنا مع بعض وقت طويل. يعني الناس اللي انت فعلا تقف او تقعد معاه تتعلم منه الحياه بجمالها. يا لا رهيب. الراجل ده انا بشوفش راجل سهل زيه. وراجل يعني انا مثلا كان قاعدين انا وهو في اركان في زايد وجي كان قاعد معاه راجل وزير في السعوديه. قاعد مش عارف مين في الانتاج مش عارف ناس قويه. فشوف انا طبعا معلش يعني انا اقل واحد فيهم. لا يعني انت فاهمني انا اقل واحد فيهم. يعني الناس دي ما شاء الله في حته تانية. فهو تشوفه بقى تقديمه ليا للناس دي ازاي. يعني يقول عبد الامير ده اخويا الصغير، ده احسن بيزنس مان في مصر. اسلوبه وطريقته اسلوبه وطريقته تخلي الواحد لا يحب التعاون معاه. كان قاعد بيتكلم معايا في الشغل خلاص اشتراك واشترى قلبك واشترى خاطرك. هو شاف الاول خالص انا اتعاملت معاه بقلب خالص يعني بحب مش بسوء بقى يعني مش بفكر سوء. في غير ان انا بتعامل معاك بفكر سوء وغير انا بتعامل بقلبي. هو شاف الحته دي وحس الحته دي. الراجل ده انا اتعلمت منه فعلا زي ما بقول لك الحياه بحلاوتها. قعدت معاه كام مره. هو في لندن دلوقتي. اتعلمت منه الحياه بحلاوتها. راجل جميل اللي هو كامل الاوصاف زي ما بيقولوا. يعني الناس بتحبه فعلا مش كده يعني مش ما جاتش. ايوه فعلا. انت فاهم. كنت بتكلم معاه بقى على حته السوشيال ميديا وهو بيقول لي انا على طول بشوف قبل بقى ما كنت على بيقول لي كنت على طول بشوف السوشيال ميديا بتاعتك والبيدج بتاعتك ما شاء الله قويه وبتاع. فهو لا راجل جميل. يعني عارف انت لما ايه لما يكون حد حلو ودي سيرته فلازم يتقال عليه. خلاص لازم يعني لازم نوفيه بحقه كده. لازم لازم صح. ولو حد وحش احنا ربنا يسهله خلاص من غير ما نتكلم عليه. طب مشكله اتحطيت فيها في شغلك وطلعت منها ازاي؟ مشكله كبيره. اول ما جيت استويت دي كانت مشكله كانت قطمه وسط ليا. اول ما جيت استويت ودخل الحاويه وقفت في المينا. قعدت حوالي 4 شهور. 4 شهور انت بتدفع ارضيات كميات فلوس رهيبه. لسه بادئ حته الاستيراد. عارف يعني ايه بادئ الاستيراد ده؟ يعني انت لمن فلوسك وفلوس مراتك وفلوس مش عارفه مين فاهم وبايع. يعني انت الاستيراد بقى انت بتستورد انت بتجيب خلاص بقى خلاص. فانت الموضوع صعب. بجد الخطه دي 4 شهور انا فاكر ان انا دفعت ارضيات حوالي 1,650,000. يا نهار ابيض. الكلام ده مثلا من 4 سنين. ده كان رقم. كان طبعا فلوسي هو لغايه دلوقتي هو رقم. فلوسي كنت طالع من كورونا. انت فاهم. فالدنيا كانت متخبطه. فكان الموضوع صعب شويه. فدي كانت من المواقف اللي انا بص تعبتني وتعلمت منها. يمكن الحاويه دي لما قعدت المده دي الخامه غليت شويه. يا سبحان الله بقى. ربنا عوضني خير يعني. الحمد لله. الحاويه دي انا يعني قعدت فتره طويله بس طبعا كنت بدفع ارضيات جيت بقى اطلعها. جت حته الدولار زايد. الحاويه دي انا ربنا رضاني فيها جدا يعني. رغم اللي هي اتاثرت بس هي تعبت نفسيتي تعبت. ايوه فاهم. وجالي زي شبه ضغطه. يا نهار ابيض. تعبت بقى يعني الضغوط. طبعا خدت فلوس من البنك عشان اطلع. ما انا عايز اطلع الحاويه. الناس ليها فلوس وعايز اشتغل. انت فاهم. فدي الحته اللي انا بقول لك ازاي انت بتوصل مرحله تحافظ على اسمك. لازم تضحي. دي كانت من المواقف اللي كانت قطمه وسطي. يا نهار يعني
في حاجات، لا في حاجات الحمد لله انت الواحد بتتكلم بيعدي في منها. ملايين، ها؟ طبعا فوق ال 10 مليون جنيه. انا حاوي عندي غني، طبعا انا عندي فلوس، مش اصلا مش جاي طبعا. وانت بتجيب الخامات شغلتي كلها، انا بجيب الخامات كلها بتاعتي. انت اللي بتجيبها المشكله الخامه انت ما بتتعاملش في حاجه بايه ب 500 جنيه و1000 جنيه، انت تعمل في حاجه اقل رول ب 20 25 الف جنيه اقل رول. يعني انت فاهم، في رولات بتوصل ل 50 60 الف جنيه، انت بتعمل في باكج غالي، الحاويه غالي. صح. تمام. ودي خلي بالك حته مجمداني في السوق، يعني قويه اسمي في السوق. اللي انا النهارده الحاويات دي كلها بتاعتي باسمها، يعني انت فاهم. الشغل داخل باسمها. اوكي. انت فاهم. فدي الحته الحمد لله بفضل الله لما لك الحمد. انت بتوزع كمان لا انا ما بوزعش. انت انا شغلك بكفي شغلي. انت شغلك ده بتاعك. انا بكفي شغل ليه اصلا. انا النهارده واخد وكاله اسمها بروفيجن، دي الماني. دي انا الوكيل معتمد ليها، الوكاله دي انا دافع فيها فلوس عشان ما تنزلش مصر. يبقى انا دي انت بتاعتك انت بس. محدش يجيبها تاني. انا النهارده بقى في محلتي. جالك حد قبل كده مثلا 20 عربيه؟ لا انا اصلا انا متعاقد مع معرض عربيات. متعاقد مع هيئات في الدوله، هيئات قويه. يعني فهمت. انا جالي قبل كده هيئه في الدوله بتذكر اسمها عشان ما تتحبسش. لا ربنا يستر. جابوا لي 27 عربيه. ما شاء الله. والله هم دخلوا المكان، كنا في مدينه نصر. دخل المكان طبعا العربيات بقى عربيات تبع هيئه قويه في الدوله. طبعا ما انت فاهم يعني ايه هيئه قويه. المهم جابوا 27 عربيه، كان 26 27 عربيه، دخلوا مأمنين المكان من جوه، وعربيات بقى فيها لاسلكي وعربيات كده معينه. كانوا بيعملوا حاجه معينه يعني بروتكشن كده معين. انا قلت يا باشا لا هخلص العربيات دي وادي لهم العربيات بتاعتهم، هم شكرا على كده، مش هنطلب منهم حاجه. والناس دي طلعت محترمه جدا جدا. اكيد طبعا. الزاويه طلعت الشيكات ومراضيه للناس كمان. والله بجد. يا سبحان الله. يعني اصل بص خلي بالك، انت في ناس يقول لك ايه ما تتعاملش مع الهيئه دي عشان هتعمل الحاجه وتمشي. لا هم بالعكس ناس محترمه جدا 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 جدا. ايه فاهم. يعني لا شغلتي خلي بالك. يعني انا مش بشبه، بس بجد انا مثلا معايا تليفون غالي، هل همشيه من غير كفر؟ لا عمري. هو البروتكشن كده، هو البروتكشن كده في العربيه. لا احنا بنقول عليه بقى عامل زي السكرينه بتاعت الشاشه. السكرينه كمان اللي هي اهم من الكفر. النهارده العميل بيطلع، انت النهارده ما ينفعش نشيل موبايل تمام من غير سكرينه. لا ما ينفع، ممكن تشيله من غير كفر بس السكرينه لا. هو دي السكرينه بتاعت العربيه. النهارده العميل بقى عنده ادراك واعي، يعني واعي قوي للموضوع. اللي انا النهارده بطلع العربيه بجيبها بعملها بروتكشن. بتاخد قد ايه وقت؟ يومين. بص لا يوم، انا بخلص يوم. انا عندي الحمد لله عندي الاماكن كبيره. عندي صنايع كتير. فانا بخلص عربيه في يوم. مش بتحتاج لازم فيها مراجعه تنشف. فيها مراجعه صح. فيها مراجعه بقى كمان اسبوع. الاماكن اللي غيري يقول لك سيبها مثلا 4 5 ايام. انا بقول الحته دي اللي هو ايه بيحلل الفلوس. لا انا بالنسبه لي انا بخلص العربيه في يوم، بسلمها للعميل ويجيبها لي في مراجعه كمان اسبوع. تكون هي نشفت معاه وظبط، بس هو في حاجات معينه ما بيعملهاش، يعني ولا يغسل العربيه ولا يغطيها، انت فاهم، ولا يمسحها لك الكلام ده حتى اسبوع بس لحد ما بيجيبها. المراجعه خلاص انا بعملها يعني. اوكي. انت فاهم. ولا تتمسح بحاجه كده ولا؟ لا ما بتتمسحش. خالص. ما ينفعش تحط عليها فوطه. يا نهار لحد بس اسبوع لحد ما تنشف يعني. انت فاهم. اوكي. انا بتعلم منك طبعا يا باشا. انت جاي لي بكره يا باشا. بكره جاي لي بكره تشوف الدنيا يا حبيبي. جدا جدا جدا. بس الواحد في مواقف كتير. انت ايه الموقف اللي اتحطيت فيها صعبه بالنسبه لك؟ موقف صعب ممكن اقول لك موقف الوقف ده مثلا. مشكله. وانت ما تستاهلش كده. انا شايف كده يعني انا شايف في ناس انا اعرفه شخصيا وعارفه، يعني ناس بالسوشيال ميديا بتعمل افلام دلوقتي هو اصلا ملوش انا مش عارف يعني هو صح كده. انا بحترم وبقدر يعني اخويا الكبير دكتور اشرف زكي ده جميل، راجل محترم، انسان عظيم جدا ومقدر موقفه ومقدر سبب الوقف اللي انا توقفته. بس كانت تتحل يعني. كل حاجه لازم تتحل. كنا يعني انا قلت له ان انا هدخل المعهد بالظبط. انا اتفاجئت ان انت ما وقفت على موضوع التمثيل. وقفت موقوف سنه بالرغم اللي انت عقبال ما اخش المعهد وممكن ما ادخلش يعني برضه. وانا ممكن ما اروح الاختبارات اسقط.
لا ان شاء الله طبعا ان شاء فما الله ما نعرفش يعني إن ما شاء الله. نعرفش. فده من اصعب المواقف اللي عدت عليا في حياتي، اللي طبعا. هو وقف الحال ده وقف الحال. مشكله شغلي لما تكون لسه في بدايه حياتك بالظبط. وما شاء الله طلع قويه، ودي حياه توقف حياتك. تيجي مسلسلين كبار واول عملين كبار يقولي طبعا. فاهم مشكلة. العمر بالشكل ده. مشكله. كنت بطلع في مشهدين 3 4 بنعمل كام في كده ويسمعوا على فكره، وكانوا ده حقيقي. بيترند ده لزاز. حقيقي. بس كمان اول المسلسل انت بتطلع معاه مع احمد مكي مع استاذ احمد مكي طبعا جميل عظيم جدا. جميل كان جميل. دور سناء الشقراء ده كان أيوة، دور جميل. عبثي جدا جميل. ومع الاستاذ احمد امين طبعا طبعا. الصفاره. طبعا طه دسوقي العظيم، انسان عظيم طه جدا. ده بقى شخصيه جميله جدا. طه عسل. انا خلي بالك ما اتعاملتش معاه شخصيا، فيري تالنت. ده طلع وزير التعليم اعتقد اتكلم عليه في المسلسل اللي كان عامله اللي هو طبعا حاله بتاع خاصه. البلطو ده ولا حاله خاصه. او حاجه حاله زي خاصه كده. بلطو ده حسام عمر. ايوه لا انا قصدي، لا انا قصدي التاني اللي هو حسام حاله عمر. خاصه ده. لا المسلسلين اصلا عملوا طفره، ان 2 شباب لسه طالعين جداد عملوا طفره ياخدوا فعلا. بطوله. طب ده حقيقي. طبعا ده حقيقي. ما فيش حد بقالنا كتير ما فيش شباب صغير او طلع بالقوه دي. والمنتجين شايفين انه لا يحتمل بطوله. لا يعني طه دسوقي يقول لك كمنتج مثلا يقول لك لا ما يشيلش، اهو شايل مسلسل وضرب وسمع في مصر وفي الوطن العربي كله. عصام عمر بلطو قال لك لا ده لسه طالع ولسه بس انا اسالك في فاللي حاجه، يغامر في حاجه زي دي. انا اسالك في حاجه. انا شايف السينما كلها بدات تتسحب تروح السعوديه، صح كده؟ لا خالص والله، احنا لسه بنعمل افلام هنا ولسه بنعمل حاجات لذيذه جدا هنا. هل مثلا موضوع السعوديه ده هيأثر على السينما؟ لا ما اعتقدش. السينما عندنا عطشانه اصلا. عطشانه. فاحنا بنعمل افلام، المنتجين عايزين يشتغلوا والناس عايزه تشتغل، في مواهب كتير جدا، وفي كمان ناس مصورين ومخرجين محدش عارفهم بيبتدوا يظهروا دلوقتي. يعني تلاقي مثلا مسلسل مثلا زي مسلسل فلان الفلاني مثلا، مسلسل نجح جدا، المخرج اول مره يخرج، ده حقيقي، والمؤلفه اول مره تالف مثلا. ده بيحصل فاكر دلوقتي. بيتر ميمي ده اول لما طلع طبعا كان طبعا. مكسر الدنيا طبعا وكان لسه شاب صغير. طبعا كان مكسر، كان اعتقد في الاختيار باينه او حاجه زي كده قبل الاختيار كمان. قبل الاختيار الراجل ده مكسر الدنيا طبعا لدرجه انت اسمه اتردد. انا الراجل بحسب ده بيتر ميمي ده عنده تعب. مثلا 60 سنه. لا ده شاب صغنن جدا. وعلى فكره ده تعب وشقي قد كده بيتر ميمي. ومحمد سامي طبعا، ومحمد سامي. يعني الناس دي اعتقد الناس اللي تعبت جدا. محمد سامي تعب بجد. انا بشوف محمد سامي ده هو واقف في اللوكيشن بتاع التصوير كده، بشوف راجل واقف متعصب ومتنفذ ومشدود ومش، انت فاهم الفكره. محمد سامي سمعت من كتر ما شاء الله، من كتر قوته هو قاعد بيخرج مسلسل، بيفكر في مسلسل تاني. لا يا ريت ومعاه 2 ايبادز تمام بيخرج اعلان بره. ما شاء الله من كتر قوته هو ذكي. يخرج لا ما شاء الله. هو ذكي ومخه حاضر بطريقه ما شاء الله. هو ذكي. راجل بيفكر وراجل عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. مش انا مخرج معروف انت عرفته وانا ممثل معروف وخلاص بقى وشكرا. لازم اكمل. انا اللي بيعجبني قوي في الحته دي اللي انت زي ما بتقول بقى ايه، معروف والدنيا قويه. احمد عز وكريم عبد العزيز طبعا. الناس دي محافظه على وضعها، دي اللي انا بقول لك عليه بقى. الناس دي تلاقيهم قليل جدا ما بيظهروا، بس ناس مركزه في شغلها. طبعا الناس دي مركزه في شغلها. عارف يا عبدو ان انت النجاح طبعا مش الفرقعه والبوم لا الاستمراريه. لا ان انت تستمر. كان احمد حلمي قال كلمه قبل كده، الكلمه دي حتى انا كنت مع لقاء سودان في لقاء كده معاه على الشاشه، قلت لك الكلمه دي. كان احمد حلمي قال الكلمه دي بالظبط كده، قال احسن حاجه في النجاح انك ما تحسش بيه. ايوه يعني انا النهارده انا راجل ناجح، بحس ان ما اقعدش بقى اقول ايه ده انا ركبت عربيه جي كلاس ومعاها عربيه مش عارف ايه لا خلاص مش انا جبت خلاص بص ورايا. انا ببص لحاجه تانية. صح انت فاهم. النهارده عندي مثلا 7 8 فوق، خلاص ورايا خلاص اتعملوا خلاص، يلا نشوف بقى لو اشوف الجديد ده ايه. انا فاهم. من ضمن الناس صحابي كان بيغني راب، وهو بقى حد مشهور دلوقتي وعامل مثلا بتاع 80 تراك مفيش ولا واحد فيهم ضرب. قلت له كمل نزل، مش انت عندك الاستوديو وعندك البتاع وقاعد اشتغل لغايه اما اغنيه فبقى عند 100 مليون فيوز. كانت مصر كلها مصر كلها بتتكلم عليه، مش مصر بس، الوطن العربي كله. بس بعد كده اغنيه في اغنيه في اغنيه هيلاقي نفسه ايه
كده وكده وكده. ده الطبيعي، ده الانسان الطبيعي على فكره في اي حاجه. حقيقي. يعني انا مثلا عملت مثلا 20 فيديو، ال 20 فيديو مثلا كسروا الدنيا؟ لا، في واحد عمل بوم وفي 3 4 عادي، وفي واحد يا نهار ابيض موت الناس من الضحك، وفي 5 عادي اللي هو تمام، وفي وسطهم اعلان على مش عارف ايه، على واحد راح. فتلاقي حصلت ال 20 هم 4 اللي هيكملوا لي شغلي بقى بعد كده، فاهم؟ فمش لازم كل حاجه اعملها تكون بيرفكت. بوم صح. كمان لله وحده عبده. ده حقيقي. فاهم؟ بس ده كده. حقيقي. بس. هي حاجات بتكمل. عارف اقول لك على حاجه؟ مم. يعني انا افتكرت حاجه كده. انا كنت في طنطا، كنت في فرع صغير اسمه فرع في منطقه اسمها شارع السعيد. مم. ده كنا بتاعكس الصوت بقى. اما جت بدا ربنا يكرمني شويه وايه، وخدت محل جنبي كده وسعته وكده. انا فاكر اللي انا جالي شغل عربيه، كنا بنجيب عربيات بقى ايه جامبو، مم. شغل من التوفيقيه الفرنسيه. عربيه جت في رمضان، الاذان الفجر اذن، تمام، والعربيه دي جت وعايز ننزل المخزن. تمام. فتصحي الصناعه منين؟ انت جايين الصناعه منين؟ انا فاكر والله كان والدي الله يرحمه كان موجود يعني. نار. انا نزلت العربيه الجامبو دي كلها، كنت انا والسواق بس. ازاي؟ والله العظيم شلتها كلها ونزلت البضاعه كلها، كراكيب بقى 30 دواسات وحاجات حاجات تقيله، كنت انا والسواق. والله العظيم نزلتها كلها. عارف انت، انا افتكرت حاجات. يعني انا من الناس اللي انا طبعا شقيت وتعبت. كنت متوقع ان انا ربنا هيرضيني ويوسعها عليا. ليه؟ لكل مجتهد نصيب. الحته دي كانت في دماغي طبعا. والقرب من ربنا طبعا. يعني انت فاهمني، القرب من ربنا ده حاجه جميله طبعا جدا. يعني انا من الناس اللي انا بقوم اصلي الفجر الحمد لله، وما لك الحمد يعني صلاه الفجر اساسيه يعني. بتفهمني؟ مع الشقه اللي انا يعني لا خلاص انت، هي قاعده كده، هي حسبه بالظبط اللي انت ربنا هيرضيك ازاي. انا عايز اقول لك برضو على مناسبه ان انت نزلت البضاعه من على العربيه لوحدك انت والسواق. مره في اول لما اتجوزت زمان، كنت صغير، كان عندي 23 سنه ما شاء الله. كنت لسه في بدايه حياتي بقى خالص. ف كان عندي شقه 60 متر ساعتها. فاهم الكلام ده من 11 12 سنه. فشقه 60 متر، وكان جوز اختي هو اللي ايه، قال لي هديه مني ليك، هعمل لك الرخام بتاع الشقه. فالرخام جاي في العربيه، والسواق راجل كبير، راجل عجوز يعني. فقال لي يا باشا هننزل الرخام ده ازاي؟ فانا قعدت ابص المنطقه فاضيه مفيش حد، شقه في العبور في حته مفيش حد مفيش حد. الساعه 9 بالليل. التربيعه بتاعت الرخامه التربيعه بتاعت الرخامه 60 في 60 طب الكبيره. بقيت اشيلها وانزل ادخلها الشقه وانزل. كانوا حسيت جالك اتاك في ظهرك؟ لا حسيت ان انا عارف انت بتوع كمال الاجسام. حسيت ان انا ظهري عريض قوي. بالظبط كده. وروحت البيت فرحان من نفسي وبتاع، ورضيت الراجل السواق تمام. صحيت تاني يوم الصبح رحت المستشفى. ويوم تاني برضه كان عندي نقلة السيراميك بتاعت الحمام والمطبخ. فساعتها الراجل قال لي النقلة ب 400 جنيه ولا حاجة. ولا حاجة. الشيل بقى والتطبيق. لا، ما انا ساعتها بقى 400 جنيه دول بالنسبة لي هحطهم مثلا في بند السباكة. فاهم؟ لا عايز تلم الدنيا. عربية بلم الدنيا خالص. عايز تلم بقى. بقول لك شقة 60 متر. ايوه ده انا هجيب 400 جنيه اكتر منها. فقلت ايه، قلت له لا يا ريس بص، كان ساعتها معايا عربيه فيات بونتو صغننه كده. جميل. دي كنت بعت ال 131 واشتريت الفيات بونتو. كملت عليها واشتريت. ايه وانت الفين؟ ما انا ما لقيت دي كده هاتش باك، وكنت انا بقى نفسي في عربيه هاتش باك. كان ساعتها الفولكس، بس انا مش معايا فلوسها. فاكر الفولكس بقى وبتاع والجولف والحاجات دي. ايوه والحاجات الصايعه دي بقى وبتاع. كنت هموت. فجبت الايه الصيني منها. الفيت الهاتش باك شبهها شويه وتتسقط برضه وجانت وبتاع وكده. ورحت ايه، قلت للراجل بص يا ريس، تعالى ندخل الكراتين بتاعت السيراميك دي في العربيه عندي. قال لي انهي عربيه؟ قلت له دي. قال لي يا باشا تقطم العربيه. قال لي يا باشا ده طن ونص سيراميك، هتدخلهم ازاي؟ قلت له بس تعالى وربنا يسهل. قعدنا نحط الكراتين وفي الشنطه. العربيه اتقطم. لا ما اتقطمتش. بس اخر كرتونه خالص فين؟ مفيش. انا الكرسي اللي جنبي شايل كرتين لغايه السقف. اكيد قعدت عليه. لا خدتها على حجري. والله العظيم والله عبد خدتها على حجري.
الراجل قال لي باشا انزل كده بص على العربيه. بنزل ابص على العربيه، لقيت العربيه ايه؟ خلاص لا مفيش. خلاص اه اه. فقلت له يا ريس ربنا يسهل، ايه انا هركن العربيه عندك هنا قدام المعرض وهمشي بيها الساعه 2 بالليل. قال لي ماشي. مم. ادور العربيه، اجيب اول امشي العربيه مش نص زياده. قعدت احرق وبتاع، العربيه ابتدت ايه تمشي تقول واحده واحده والعربيه بتصرخ تقول وانا على التاني فاهم. اه فقعدت كده لغايه ما رحت من مصر الجديده للعبور. ياه كان المعرض في جسر السويس اه ناحيه مصر الجديده كده. اه ده المهم مشوار جامد اهو. كان في كوبريين، لا استنى بس، كان في كوبريين قابلوني هو واحد منهم في صلاح سالم. يعني انا جريت بعزم ما فيا عشان اطلع الكوبري. طبعا انزل بقى من على الكوبري، كارثه. طن ونص نازل بتفرمل طبعا بونتو فاهم تخيل بتفرمل بفرامل عجل. طبعا طبعا ده حقيقي، ده مفيش عجل اصلا. نازل زي الصاروخ اللي انت هتقابله هتشوطه. عشان كده مشيت الساعه 2 بالليل. اه فالكوبري ده هو اللي وصلني للكوبري التاني، طبعا. ورحت العبور الحمد لله في سلام، ونزلت الكراتين لوحدي الساعه 2 ولا 3 بالليل. يس. عارف الحاجات دي اللي انت بتقولها دي، مم. الواحد بيقعد يعني تفتكر الكلام ده يا لهوي على الشقه. ايه الشقه ده؟ لا ده بالنسبه لناس تانية مش اه خلي بالك. اه بس لو فضلنا نفضل يعني ممكن ناس على السوشيال ميديا دلوقتي يكتب لك يا عم انت ده انت فرفور، اوعى تبداي خط. حياه ده عن حياه ده تفرق، شقه ده عن شقه ده يفرق. في واحد اقول لك حاجه، في واحد شقي جدا عشان فتح البوابه بتاعت الفيلا للناس اللي مش عارف جايه تعمل ايه في ونزل البول اكل كلب. ها فاهم. ممكن يكون ونزل نزل. اكل الكلب بعديها، وبعد كده راح النادي يجيب مامته من تمرين طب ما السكواش. ده شقه. ده كل واحد شقة عن شقة، هو ده مقدرته في الحياة كده، او هو ربنا حطه في الحتة دي كده، فما نبصش لحد. في واحد تاني شقة بجد بينزل يفحت في الارض كل يوم من 5 الفجر لغاية الساعة 4 العصر. ده حقيقي. ده شقة. ده حقيقي. ده حقيقي. ده حقيقي. وشقة بالنسبة لحد تاني قاعد في فيلا بيعوم كل يوم بيعوم كرولي، ده بالنسبة له شقة. هو ده انا بلعب سباحه كل يوم، ده شقه بالنسبه لي، مع انه في ميه وفي نادي في فول ولذاذه وهاي شيري وهاي بولا وبيشرب الاورنج جوز بتاعه كل يوم، شقه برضه. فده شقه فما نبصش لحد والله، كل واحد بيعيش الشقه بتاعه، ربنا حطه في حته واداله رزقه واداله شقاه واداله تعبه. خلاص ركز انت بقى في نفسك، عيش بقى انت مع نفسك، شوف حط انت هدف لنفسك. والله انا كتبت بوست والله يا عبده، ما تخافش على حد ومالكش دعوه بحد وما تشيلش هم حد. عيالك هو انت حن من ربنا؟ لا طبعا. انت خايف عليه 24 ساعه وذاكر واعمل ولا خلي بالك هتقع، انا قلت لك شيل السجاده دي كان هيخبط في سن يا عم تسيب. ما ربه موجود يا عم، ما يتخبط ويتعلم اتعلم ويقع ويصحى تاني ويعمل وبتاع. مش بقول لك تبقى اناني، مش بقول لك تبقى بارد، لا، بس يسيبه ويتعلم. اعمل انت لنفسك عشان تسيب له حاجه، هو يعرف يعمل حاجه لنفسه عشان تسيب له حاجه. فاحنا بنسلم بعض كده كده. ده حقيقي. ما ينفعش انا عبده يكون عربيتي بايظه واقف في الصحراء وعربيتي مش شغاله، والاقي واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي الحقني ده انا واقف في صلاح سالم بالعربيه سخنت مني، اسيب انا حالي ومالي مشاكلي وابويا وامي الدنيا وحوارات وشغل وبتاع واروح احل مشكله واحد تاني؟ مش بقول لك تبقى اناني، صلح انت من نفسك الاول. انا محتاج اشتغل على نفسي، انا محتاج مش هقعد اتكلم في وسط قاعده ان ماهر بجد ما كانش ينفع يعمل المشروع الفلاني، لا ده ممكن يخسر فيه. خلي بالك انا في سنه 2000 كان حصل 1 2 3، لا انا عايز انصحه، انا عايز اكلمه في التليفون، تعالوا نكلمه ده. يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ شله بنات قاعدين بيشيشوا في كافيه، على فكره سوزي احمد ده حيوان قوي، وعلى فكره كان ماشي مع بنت ومش عارف ايه، وانا لازم اكلمها اقول لها وانا خايفه عليها بجد، انا دي اختي وحبيبتي يا ستي وانت مالك؟ وانت مال اهلك؟ عايزه تشوطهم والله مش كده، والله مش لازم تكون نيتها كده بس انت مالك؟ ما تخليكي ما تعيشي لنفسك، ما تشوفي يا ستي نفسك وتشوفي شغلك وتشوفي اهلك وتشوفي خطيبك اللي معاكي ولا الراجل اللي انت هتتجوزيه او اللي انتوا بتتجوزوا، وتشوفوا عفشكم تشوفوا دنيتكم وتشوفي هتعملوا له ايه. لكن نقعد نتكلم على بعض، هي دي بقت حياتنا، وكل واحد بقى عامل لي فيها ايه،
عالم خلاص على السوشيال ميديا، مم. كل واحد عنده ده خانه حقيقي. فيها كومنت، فيعمل ايه بقى الراجل ده يا باشا؟ دي فئات كتيره قوي في المجتمع عندنا وانماط كتيره قوي. ده ما عندوش رأي في العيله بتاعته، ودايما بيتريقوا عليه وبيتنمروا عليه، وما عندوش صحاب في المدرسه، فعمل اكونت اسمه ايه؟ الطير الجارح، وحاطط حصان بجناحات سودة. انا هفشخكوا كلكم بقى من ورا الاكونت ده، والله العظيم، والله عيان. فيدخل يعمل ايه؟ لا على فكره انت غبي، انت ما بتعملش مش عارف ايه، انت المفروض تعمل، ويكتب لك قصيده قد كده. هو اصلا ما بيعرفش يتكلم، عنده نقص، ما عندوش شخصيه، عنده نقص بالظبط. طب ايه رايك يا حبيبي تروح لثيرابيست تتعالج احسن من الاكونتات الفيك اللي انت عمال تعملها والنصايح الفاضيه اللي انت عمال تديها للناس؟ النقطه كلها عبده، ركز مع نفسك بس. لو كل واحد ركز مع نفسه وفي شغله، يعني انا اقول لك حاجه والله العظيم، اسمه ايه؟ كريم ولا اسمه إيه؟ كريم. كريم. كريم دلوقتي برضه مش هاخد ال 2000 جنيه بقى. لا يا ابني حرام عليك. هم ال 2000 جنيه لو اتنطط عليا. كريم مثلا حط المايك التاني هنا، انا بصراحه كنت ايه هقول له طب ما تحطه هنا يكون اقرب، وبعدين قلت يعني هي دي شغلته رقمه، دي شغلته مش شغلتي، مش هعدل عليه. اولا ممكن لو اتحط هنا يحصل مشكله مع المايك ده، رقم 2 هبقى انا بنقص منه قدام الناس، اللي هو ما تحط المايك هنا يا معلم، من الاخر بعلم عليه. رقم 3 الناس برضو هتشوفني ان انت مالك اصلا، وهي انت بتقول ليه في حاجه انت مش فاهم فيها. فعملت ايه؟ خليتني في نفسي وفكرت في حواري اللي هعمله مع الجميل عبده القنديل. شفتوا الكلام راح فين؟ حبيبي حبيبي خلوه حبيب قلبي، تسلم لي حبيبي. وانا اتشرفت بيك والله العظيم، الشرف قسما الشرف بالله. ليا. يعني انا مبسوط معاك. لا احنا اصحاب خلاص بقى، ارجوك لو سمحت والله العظيم. بكره يلا، لا ده لازم، انا جيت لك خلاص. لا انا تشرفني، هجي لك اقعد معاك ونقعد بقى جالك حمام بقى. طب لو جيت بيت عندك النهارده يا باشا ده أأمن على بكره. حبيبي ربنا يخليك. يلا ربنا يخليك لي يا حبيبي. اتشرفت بالمقابله دي حبيبي، واستفدت منك. شكرا. لا يا حبيبي انا استفدت منك والله، ولسه هنقعد مع بعض طبعا. كتير. شكرا شكرا يا حبيبي، شكرا.